بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بمشترياتي الغاليات ومتتبعاتي الوفيات. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية إن شاء الله، وربي يدوم عليكم النعمة والستر وعلينا أجمعين إن شاء الله. كما عودتكم كل يوم أحد وثلاثاء وخميس بحول الله راني نزلكم فيديو جديد وموضوع جديد نتكلموا فيه إن شاء الله. برك نتمنى منكم تدعموا القناة، راها ميتة خلاص. كثروا لي جيم باش يطلع الفيديو، واذا عجبكم المحتوى تاع قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات على كامل الفيديوهات باش يوصلكم اي فيديو ننزله بحول الله. ويلا نبداو حبوباتي بدون اطالة. موضوع نهار اليوم ان شاء الله حبوباتي هو على العروسة الجديدة اللي تكون ساكنة مع بيت يعني اهل زوجها في بيت العيال. راح نحط لكم ان شاء الله بعد غدوة فيديو على العروسة الجديدة اللي تكون ساكنة وحدها، يعني استناو الفيديو اللي راكم بديوركم وحدكم. ونهار اليوم رانا راح نحكو كما قلت لكم على اللي ساكنة مع اهل شيخها، عفوا اهل زوجها. نبداو باول حاجة. كي تولي حابه تخرجي، عندك طريق، عندك مشوار، عندك خرجه حواس، ما تشاوري حتى واحد من النهار الاول. ما تولفيهمش تسقسي العجوزه وحدها وتسقسي الشيخ وحده والسلف وحده. من بعد النهار اللي ما تشاوريهمش راهم راح يزعفوا منك، يقول لك درك اللي ولات ماشي متربيه، فهمتي؟ يعني من النهار الاول عندك راجلك اللي تشاوريه هو فقط، ما تشاوري حتى واحد من الاول. علميهم هذه طبيعه. ثاني حاجة، عندك تجيك شطارة هذيك من نهار الأول، هذا بغرير، هذا خفاف، هذا سفنج، هذه شخشوخة، هذه جامي تغلطي هذه الغلطة. يعني خدمي بشويه وبرزانه، ما تفرسيش روحك بزاف وتبيني شطارتك فوق اللازم. نهار اللي تعيي ولا تمرضي ولا خلاص صاي تكرهي تكوني درتي لهم كل شيء، ثم كي تولي تيا العيانه بلي انت اللي درتي عليهم، انت وليتي ما تخدميش خدمتك مالغري هذوك، يعني ماشي واجب عليك، كماليات فقط، بصح انت اللي راكي ولفتيهم انهم يكونوا واجبين عليك. نجوزو الحاجه. راجلك ما ماشي اي تخص حبه جامبو في الدار، راجل يروح يجيبها لي، راجل يروح يجيبها لي، خاصه اذا كانوا معاك خاوتو يعني في الكوزينه. هنا راهم رايحين يوالفوا باللي راجلك هو اللي يصرف، وراح تولي العمده عليه والمصروف تاع الدار كامل عليه. على بالنا بلي هما خاوه وحنا ما حقناش ندخلوا فيهم، بصح كاين خاوه ربي يهديهم يخلوا العمده كامل على واحد فيهم، يعني اللي يشوفوه ما يسور الحال ولا هما يبداو يطموا في دراهمهم للرواحهم يديروا التاويل، وهو يحصل غير مع مصروف الدار يعني يجي ضيف هو يقوم به كل شيء. يعني بيزار ولا غير بيزار، ما يعني اخواتي ننصحكم ما كونوا يعني في الوسط في العدل. ما تخلوش راجلك يصرف فوق اللازم، وفي نفس الوقت ما تخلوش يعني خاوتو يعني تحقريهم تقولي له ما تصرفش، خلي خاوتك يصرفوا. يعني كوني عادله اختي ما بين وبين، جامي تغلطي وتحكي ايجابيات زوجك ولا كيفاش يعاملك يعني بحب وبود قبال اهل زوجك، يما اختو سلفتك جارتك، ما على باليش ليسونسيال اي عبد تعرفتي به في هذيك الدار جامي تحكي قباله. احكي بالعكس، احكي غير على السلبيات، راجلي دار لي هذيك حاجه، زعفني، دار ما حبش يشري لي، ما حبش يدير لي هكا. على بالي تضحكوا عليا بصح والله غير تاكيد ديريها راكي راح تعرفي يعني واش راني نقصد. يعني تتفادي غيره كبيره راكي كنتي راح توقعي فيها. يعني ياما شفنا بنات يحكوا بزاف على رجال، تما انا حوس بيا انا شرالي انا، راح تسود معيشتها وراح تدخل في دوامه تاع مشاكل وما راحش تعرف منين هذا هو السبب. خيتي نزيدوا نقطه اخرى. كي يجوكم ضياف افرحي بهم وقومي بهم، قابليهم بالضحكه، طيبي لهم قهوه، احكميهم على الفطور ولا على العشاء، المهم قومي بالواجب باش يدعو عليك نظره ايجابيه. كي تلقايهم في قاعده حاطين واحد في وسطهم وشادينه بالمنشار ليا ليك ليا ليك، جامي تدخلي معاهم في الحوار. سكتي كالمي توا، يعني سكتي ضربه واحده جبدي كامل عليهم، كي كملوا حكايتهم وتلقاهم يهضروا على حاجه تاع كوزينه، حاجه تاع طياب، حاجه تاع شغل،
هضري معاهم نورمال. بصح في حاجه تاع التنشير بالكي تغلطي وتدخلي في هذاك الموضوع معاه. وثاني كي يجوكم مثلا ضياف وجابوكم حاجه في يديهم، حاولي ما تردي لهمش حاجتهم فارغه. لازم تخلي روحك بقدرك مع اهل زوجك. في الايام الاولى راكي راح تكوني تحت الانظار ويكونوا كامل يستنوا فيك على غلطه. حاولي تكوني نقيه ونظيفه، يعني تمسحي الغبره كل يوم، تنقي تمسحي. تشوفي حاجه مفسده حاولي تصلحيها. مثلا شنبرتك يومين ولا هويها، نفضي كامل الفريش، نفضي الحاله. مثلا ليدرا نهار زوج بدليهم، لي ستور ثاني سمانه زوج، ما تخليهاش توصل سمانتين، سمانه 10 ايام بدليهم. يعني خليهم دائما يشوفوك في جو جديد ويعني ومظهر جديد. ميم لبستك راني نوصيك على لبستك لازم تبدليها كل يوم، يعني باش خاصة في الصيف ومع العرق. يعني إذا كان عندك اللبسة بدلي صباح وعشية، إذا ما عندكش نورمال شوية شوية بدلي مرة في النهار. يعني باش ما تخليلهمش فرصة أنه يهدروا عليك. لازم منين تدخلي للكوزينه تكوني طامه شعرك مغطيه بفولاره ولا كاش حاجه باش كي شعره ما تحصلش فيك. وحرزي كي تكوني تنقي في خضره ولا يديك يعني في مكش غبره ولا وتروحي تمسحي في لبستك ديريكت. جامي تغلطي هذه الغلطه. ديري شيفونه ولا قطعه تاع قماش كما نقولوا، ديرها سبيسيال هذا الشيء. كي تكملي ولا تنقي خضره ولا امسحي بيها. ثاني حاجه اخواتي راجلك ما يعشقش تعطيهم اسرارك وهما ثاني يجوا يحكوا لك، ما تحكي لهم ما يحكوا لك. اهضري معاهم بالظرافه، يعني في حاجه تاع كما قلت لكم مقبلات، حاجه اخرى اي مجال اخر من غير تساره. وثاني عجوزتك وشيخك لازم تحترميهم مهما يكون، هما والديه وهما اللي كبروه وعطاوك هذا الراجل، حتى ويديرونجيوك حتى ويقرعجوا عليك حتى تفاديهم وسكتي. يجي نهار وين تتفارقوا، لا بغى بالحسنى ولا بالقباح. يجي نهار وين ديري دارك وتتهني ولا يعني ما عمبليش كيفاه، ماش ندخل في التفاصيل، بصح ليسونسيال يجي نهار وين تتفارقوا. حاجه اخرى، راجلك من نهار الاول والفيه حوايجو كي ينحيهم يعلقهم مثلا، ما يخليهمش مرميين في الارض. علمي على حوايج بزاف. اذا حابين ندير لكم فيديو على كيفاش تولفي راجلك وانت يا عروسه ولا كيفاش تتعاملي معاه، قولوا لي في الكومونتير ان شاء الله ندير لكم فيديو سبيسيال عليه. نجو للماكله. كولي لازم بظرافه وبشويه باش ما يقولوش عليك ماشي ملهفه، ما يقولوش عليك ماشي متأدبه، يقول لك يعني مشتاقه، يقول لك ما كنتش تاكل في دارهم هذه الملهوفه. يعني حرزي واحد يدي عليك هذه النظره. كولي باداب وبلاكي تاكلي من طبسي تاع واحد خلاه. جامي تغلطي هذه الغلطه. وي كاين بنات كي يخلوا اخرين ماكله في طبسي تروح تكمل على جدها. بلاكي وحاولي تولفي راجلك انه اسراركم تبقى في شنبرتكم، يعني دابستو ما تبينوش هذاك الشيء قبال اهله قبال ناسكم. يعني تعاملوا نورمال ما بيناتكم وكانه ما كاين حتى حاجه. كي تروحوا للشمره عاودوا تنايفوا وكيف بس حاولي انك تحترميه قدامهم، ماشي كي متنايفه معاه يقول لك كلمه روحك ما سمعتيش ولا تردي له ولا. لازم تكوني محترماته قدام اهله. هذه لا بغى متضاربين ولا ماشي متضاربين، الاحترام لازم احترام الزوج. نروحوا دوكا نحكوا على الدوش. اذا كان عندك دوش في شنبرتك راكي درتي لافير تي ما نحكوش عليه. اذا كان ما عندكش دوش للاسف حاولي انك يعني بعد العلاقه انك تدوشي ما يشوفوكش اهل زوجك، ماشي حتى يشوفك شيخك ولوسك وسلفتك وكامل يعرفوا بلي راكي دوشتي. حاولي تدوشي في الاوقات اللي يكونوا في ماشي في الدار ولا تعرفي ملاتين ولا صباح بكري، يعني في الفجر وين ما يكون حتى واحد ناض. يعني حاولي ديري لافير، خاصه اذا مثلا طيبتي ولا ولات فيك ريحه الثوم والبصل، حاولي انك تشلي جسمك خفيف ظريف. كانوا هادو هما نصائح نهار اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، نكون خفيفه وظريفه عليكم، ما كنتش طولت عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد كما وعدتكم. راني بعد غدوه ان شاء الله نحط لكم على اللي ساكنه وحد هذيك ساهله لافير تاعها ماشي كيما اللي ساكنه في بيت العيال. وتاني راني راح نزيدكم فيديو ان شاء الله بعده كيفاش يعني داخل الكوزينه، كيفاش تعاملي مع بيت شيخك داخل الكوزينه. هذا هو الموضوع الجديد.
خلوا لي جيم ولي كومنتير، كثروا منهم بزاف باش تطلع القناه، وتفاعلوا مع لي فيديو باش نحس روحي راني نفيد فيكم، مانيش غير نهدر ونخرط برك وحدي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.